طيحي طيحي. لا نهاية لهذه المقامرات إلا بإحدى اثنتين: حسرة على صحة وشباب، أو وليمة عزاء. مقاطع يومية من شمال سوريا إلى جنوبها، والنتيجة ذاتها غالبا: سرعات كبيرة وقيادة متهورة، وفوقها ما يسمى بالتشبيب، ما يحجب الرؤية للأمام، أي رؤية البصر والبصير. مئات القتلى وآلاف الجرحى على مستوى سوريا سنويا، ناجمة عن حوادث الدراجات النارية التي باتت خطرا واقعا على المجتمع وأرواح المدنيين بأطفالهم ونسائهم ورجالهم. وفي إحصائية مرعبة لعدد إصابات الدراجات الواصلة لمشفى درعا منذ بداية العام ولغاية نيسان، فتجاوزت 1780 شخصا عدا عن بقية مشافي المحافظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس المشكلة، الدراجات النارية، المواتير، مشان الله مشان الله يا ناس. هذا حال المدن السورية مع انتشار ظاهرة الدراجات النارية بين الشبان والمراهقين، وهذا حال القرى والمدن الصغيرة لما يفترض بها أريافا هادئة وساكنة، بعدما حولتها الدراجات لمصدر إزعاج وفوضى وأمراض حقيقية. وقبل الحديث عن المقترحات والحلول، فالواضح وفق بعض الدراسات أن تحول الدراجات النارية من وسيلة نقل عادية نافعة إلى وسيلة موت وإزعاج وانفلات أخلاقي مرتبط بشقين: الأول في نوعية الدراجات المنتشرة، والثاني في شريحة الشبان والمراهقين، ولا يمكن حل المشكلة إلا بكسر الرابط بينهما. وعن المراهقين والشبان، فنحن علميا أمام مزيج نفسي واجتماعي يدعو المراهق للبحث عن المخاطرة واستعراض المكانة الاجتماعي، فهو لا يريد أن يسمع صوت المحرك وعادم الصوت المزعج لوحده، بل أن يسمعه الآخرون أيضا. أي وكأنه يقول: أنا أمتلك دراجة، أو انظروا أنا مختلف، أو أنا قوي وجريء. وهنا يتحول التشبيب والإزعاج الصوتي لأداة استعراض بحد ذاتها، ولا يخلو الاستعراض من محاولات إثبات الذات أمام النساء والفتيات، كما يشكل ضغط الأقران دافعا للمراهقين لمحاولات إثبات أنفسهم بين أصدقائهم أو منافسيهم من خلال السلوكيات الخطرة والمميتة. يرتبط هذا بنوعية الدراجات المنتشرة في سوريا كأداة توفر للمراهق النسبة المقبولة حجماً وسرعة وصوتاً للاستعراض النفسي، أو ما يسمى بالاستهلاك الاستعراضي لغاية الاعتراف المجتمعي. وهنا نجد أن نوعية الدراجات المستوردة والمنتشرة في سوريا مخالفة وضمن قائمة الدراجات الرخيصة ذات الصوت المزعج والصاخب عند التشغيل والتسارع. ولا يتعلق الأمر كما يظن البعض بتعديل العادم ليكون أكثر إزعاجاً، فهذه النوعية مزعجة بالأساس لعلة تصنيعها وحجم محركها. والإزعاج هنا يقاس بوحدة الديسيبل، وقد يصل لما يزيد عن 95 ديسيبل، ويشمل كافة المحركات لحجم 125 سي سي أو 150 ولغاية 200. وعلى سبيل المثال، هناك دول حول العالم حظرت أو حدت من تلك الدراجات وفقاً لنسبة إزعاج معينة، كالنمسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة. وعليه ووفق ما سبق في سوريا، فلا تكسر علاقة الاستعراض الاستهلاكي بين المراهق وهذه النوعية من الدراجات إلا من خلال مشروع لاستبدال كافة الدراجات الموجودة حاليا بالكامل دون أي استثناء. وإلا علميا وعمليا فنحن أمام حالة متأزمة ترفع مستوى المنافسة والمخاطرة باستمرار، كما يلاحظ لبعض الفيديوهات، وبالتالي زيادة في الدماء والحوادث والضحايا واستنزاف المشافي والاقتصاد. وعن البديل فالحديث هنا عن دراجات بمستوى إزعاج متدنٍ ما بين 60 و80 ديسيبل، وهي منتشرة في دول شرق آسيا كأندونيسيا والصين وتايلاند وفيتنام والفلبين، ولها تسميات عديدة. مقترح الاستبدال الذي يعيد الدراجة إلى وظيفتها كوسيلة نقل عائلية واقتصادية للعمل والتنقل والتسوق، وكذا الشبان إلى دراستهم وأعمالهم كأحد أهم فئات المجتمع ومستقبله، فينقسم إلى مرحلتين بالتشارك بين وزارتي النقل والداخلية وهيئة الجمارك.
المرحلة الأولى طوعية ما بين 3 أشهر إلى 6 كما حدث في استبدال العملة القديمة، وفيها تستورد الدولة الدراجات الجديدة وفق الدراسات والشروط الفنية، وتضمن خلال الاستبدال الطوعي أي فروقات سعرية عادلة إن كان لها أو لأصحاب الدراجات القديمة. أما المرحلة الثانية فصارمة بكل المقاييس وتسير على مرحلتين أيضا، وتشمل مصادرة كافة الدراجات القديمة المتبقية بالتوازي مع قوانين ومخالفات فيما يخص ترسيم الدراجات وشهادة القيادة لضمان السن القانوني، وكذا في ارتداء خوذة الرأس المعتمدة في معظم دول العالم مع عقوبات ومخالفات كبيرة لفرض القانون وتطبيقه، وهو الأمر الذي سيحد من الحوادث وأعداد الضحايا واستنزاف المقدرات أولاً، وثانياً في كسر حالة الاستعراض الاستهلاكي والتفات كافة شرائح المجتمع ومنهم الشبان إلى مضمون التحصيل العلمي والمهني، أي في الاجتهاد والبناء والإعمار بدل هذه المشاهد وهذه الفوضى.